طول عمرنا عارفين التصنيف العمري للأفلام والمسلسلات، وبنشوف أعمال درامية كتير بترفع شعار بلس 18. لكن الغريب إننا نلاقي فنادق ومنتجعات جوه مصر بيرفعوا نفس الشعار. إيه ده؟ معقول يبقى في فنادق جوه مصر بلس 18؟ طيب ويا ترى إيه السبب؟ لا، ده الموضوع شكله مريب قوي. لحظة واحدة قبل ما تاخد قرارك، اعرف الأول في حلقة النهاردة من فنادق ومنتجعات كل 3 مع منفيس إيه اللي بيميز فنادق الكبار فقط، وقرر في النهاية. اعرف فندقك في فنادق ومنتجعات كل 3 مع منفيس. هناخدكم في رحلة لمدينة السلام، مدينة شرم الشيخ، مدينة الرقي والجمال المعروفة بسحر طبيعتها الخلابة ومنتجعاتها المميزة. شرم الشيخ من المدن المصرية اللي بتضم عدد كبير من الفنادق خاصة بالبالغين أو الكبار فقط. النوعية دي من الفنادق بتستهدف زوار محددين، وده لأن ليها أجواء مختلفة عن باقي المنتجعات. فلو انتوا كنتوا عرسان جداد أو حتى أب وأم وحابين تفصلوا من دوشة الأطفال، فالفنادق دي معمولة عشانكم مخصوص. وكمان فئة كبار السن اللي بيفضلوا الهدوء والاستجمام، أو الناس اللي بيحبوا يقضوا أجازاتهم في العزلة والتأمل، هيلاقوا نفسهم جدا جوه الفنادق دي. فنادق الكبار فقط بكل مستوياتها بتوفر لك الراحة والهدوء والاستجمام، وبتمنع دخول الأشخاص اللي أقل من 18 سنة عشان تضمن لك أكبر فرصة للتأمل في الطبيعة اللي حواليك والاستمتاع بكل تفصيلة في رحلتك بمنتهى الحرية. معظم الفنادق بتكون على الطراز المودرن، وبتقدم خدمات بتساعد أكتر على استرخاء نزلائها. عشان كده بكل سهولة تقدر تستمتع بخدمات السبا والجاكوزي وتقضي سهرات مختلفة ببرامج مميزة. في فنادق الكبار فقط هتستمتع بكل حاجة حواليك. ودلوقتي زاد حماسك وجاهز تبدأ رحلة استجمامك في قلب شرم الشيخ؟ تعال بقى نقولك ايه أبرز فنادق بلس 18 هتلاقيها في شرم الشيخ. بارون بالمز ريزورت شرم الشيخ، وده 15 كيلو متر من خليج نعمة، بيتميز بأجواءه المرحة بداية من حفلة استقبال الزوار واللي بيستقبل فيها الاستاف النزلاء بالمشروبات الفريش وباقات الزهور الرقيقة لحد الديكور الفريد والمناطق الخارجية. كمان بارون بالمز ريزورت اهتم جدا بالرياضات المختلفة، عشان كده هتلاقي صالات متنوعة للتنس والجيم، وتقدر تستمتع باللعب على الشاطئ وتطير مع الكرة الطايرة. وزي ما اتكلمنا عن الرياضة لازم برضو نتكلم عن الأكل. الفندق اهتم جدا بإرضاء الأذواق والثقافات المختلفة، فوفر مطاعم بأكلات وأصناف عالمية بجانب طبعا الأطباق المصرية اللي مفيش ألذ منها. كيلوباترا لاكشري ريزورت شرم الشيخ، بيبعد فندق كيلوباترا عن المطار بحوالي 7 كيلومتر، وبيمتاز بأجواءه الساحرة الرومانسية، فتقدر تستمتع بوجباتك على الطراز الرومانسي الكلاسيكي الحالم. وكمان تقدر تنوع ما بين فيوهات المطاعم، لأنهم بيوفروا لك مطاعم داخلية ومطاعم خارجية، وانت عليك تختار. ومن ألطف الخدمات اللي بيمتاز بيها إنه بيقدم لنزلائه حمام صحي متكامل بيشمل صالون تجميل فيه كل اللي تحتاجه من خدمات تجميلية. رويال سافوي هوتيل أند فيلاز، وده بيبعد عن المطار بحوالي 5 كيلومتر، وبيتميز إنه بيمتلك 3 حمامات سباحة بالإضافة لشاطئ خاص، وبيحتوي الفندق على 6 مطاعم و8 بارات. الفندق بيقدم نوع خاص من المساج بالزيوت العربية العطرية. مونت كارلو شرم الشيخ ريزورت، المسافة بينه وبين خليج نعمة حوالي 7 كيلومتر، وبتحتوي كل غرفة فيه على كافة وسائل الراحة والرفاهية. المنتجع بيقدم جلسات استرخاء ومساج على الطراز العربي، وبتتم داخل مخيمات عربية. فندق الباتروس رويال جراند شرم الشيخ للكبار فقط، بيقع الفندق وسط شرم الشيخ، وبيطل على شاطئ البحر على حافة هضبة أم السيد.
بيوفر الفندق غرف مع تراس خاص مجهزة بكافة وسائل الرفاهية والراحة، وحمام سباحة، وشاطئ خاص، بالإضافة للنادي الصحي ومركز اللياقة البدنية، وأمتع الرياضات المائية زي رياضة الغوص والغطس. والفندق مشهور بمأكولاته البحرية اللذيذة. فندق ريكسوس شرم الشيخ للكبار فقط، وده بيعتبر آخر فندق هنتكلم عنه النهاردة للكبار فقط في شرم الشيخ. بيقع بمواجهة البحر بين أشجار النخيل، وبيوفر خدمة واي فاي مجاني في جميع المناطق فيه مش بس الغرف، وبيمتلك 7 مسابح و7 مطاعم و9 بارات. إطلالات الغرف فيه متنوعة ما بين إطلالات على البحر وإطلالات على المسبح الخاص أو الحدائق. والفندق مشهور بمأكولاته التركية واليابانية والبرازيلية بالإضافة للمأكولات البحرية الشهية. بيضم الفندق مجموعة من خيارات الاسترخاء، وده اللي بنلاقيه في السبا والنادي الصحي الخاص بيه. عشان كده بنقولك خد لك بريك دلوقتي وروح بسرعة على شرم الشيخ. وفي نهاية حلقة النهاردة ما تنساش تدوس لايك وشير لأصحابك وتفعل زر الجرس علشان توصلك كل حلقات منفيس. استنونا الحلقة الجاية.